أكتر حاجة ساعدتني أخس المرة دي وأقدر أستمر إني أنزل من 85 كيلو لحد دلوقتي أنا 64 كيلو لسه مكملة. هي إني سألت نفسي، هو أنا عايزة أخس ليه؟ طول الوقت بعمل دايت، بنزل وزن وبعدين برجع أرده تاني، كل مرة بفشل وفشل بيجر فشل. طب هو أنا عايزة أخس ليه أصلا؟ حسيت للحظة إني ما بحبش نفسي كفاية، عكس ما طول الوقت بقول. أمارة الحب بصحيح إني مأذيش اللي بحبه، وأنا كنت عارفة إن الوزن الزايد بيأذيني ومكملة لمجرد إن الأكل طعمه حلو. حاسة إني هتحرم من أكتر حاجة بحبها وأكتر حاجة بتريحني، الأكل. بس لما لقيت نفسي قولوني على طول تعبني، ظهري وجعني، مش قادرة أتحرك، بتعرض لمشاكل صحية بسبب زيادة الوزن، قلت كفاية، أنا مستاهلش كل الأذى ده. لازم يكون عندك دافع قوي هو اللي بيحركك، مش مجرد وقت مؤقت انتي حاسة انك متعاقبة فيه ومحرومة عن كل الحاجات اللي بتحبيها، وبعد ما الوقت ده يخلص هترجعي تاكلي أكتر من الأول وتزيدي أكتر من الأول. حاولي تغيري طريقة تفكيرك عن الأكل، انتي مش محرومة، وكل حاجة بنحبها نقدر نعملها بطريقة صحية نستمتع بيها وما تأذيناش. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل ده نعمة كبيرة قوي من ربنا، ما ينفعش يبقى هو عدوك الأول في حياتك. بالعكس، صلحي علاقتك بالأكل، افهمي ان هو السبب الأول انتي ليه عايشة لحد دلوقتي. قبل ما تبتدي دايت اسألي نفسك سؤال واحد، أنا عايزة أخس ليه؟ عايزة تخسي عشان تلبسي فستان عاجبك عندك فرح وعشان اللبس يبقى شكله حلو عليكي، ولا عايزة ترضي الناس اللي حواليكي وترضي البارتنر اللي معاكي، ولا انتي فوقتي هتعملي ده عشان نفسك وصحتك تبقى أحسن؟ يوم ما هتجاوبي الإجابة الصح بس أقدر أقولك إنك هتنجحي، هتخسي المرة دي ومش هترجعي الوزن اللي نزلتيه أبدا. مبروك.